شفتوا فيلم بلانيت اوف ذا ايبس؟ الفكره دي حقيقيه موجوده في ناسا عندها مركز بحث كبير جدا للشمبانزي والدولفينز. برنامج شيبلي شو وشيبلي شو الشمبانزي والدولفين اكتر كائنات قريبه من الانسان في طريقه تفكيره وفي المجتمع اللي هم عايشينه. عندهم علاقات اجتماعيه شبه العلاقات الاجتماعيه عندنا. الشمبانزي لما بيعلموه لغه عشان يتواصل معانا، هو ما بيعرفش يتكلم، فبيعلموه لغه الاشاره اللي هي لغه الصم والبكم. هعمل كده اللي هي علامه بحبك، ودي بحيي بيها كل الصم والبكم وكل مدرسين الإشارة اللي بيعلموا الصم والبكم. في شمبانزيز بيوصلوا ل2000 وشوية كلمة بيقدروا يعملوها بطريقة الإشارة. 2000 وشوية كلمة ده حضرتك أكتر من ناس كتير من أصحابك. يعني في ناس من أصحابك هو حصلته في الحياة وهو عنده حاجة 20 سنة 65 كلمة هم اللي بيعرف يقولهم في حياته. فأنت متخيل لو في شمبانزي عارف 2000 كلمة، هو حرفيا بيعرف يعبر لك عن إحساسه. يعني ممكن يقول لك ان هو مبسوط انه شافك، وممكن يقول لك ان هو متضايق انه نوعية الاكل الفلانية اللي كانت بتجيله ما جاتلوش النهاردة عشان هو نفسه فيها. في غوريلات بتربي حيوانات. ايوه زي ما سمعت كده، في غوريلات بتربي حيوانات. يعني في غوريلات بتقرر ان هي عايزة تربي قطة، فبيجيبوا لها قطة صغيرة وتربيها. وفي غوريلات بيربوا كلاب، وفي غوريلات بيربوا سلاحف، وفي غوريلات بيبدأوا يتولوا مسؤولية البغبغان أو العصفورة اللي صاحبه مربيها. الكائنات دي عندها مساحات رهيبة من المشاعر والأفكار إحنا لسه بنحاول ندرسها لغاية دلوقتي كبشر. فالموضوع كبير. تناغم مع الطبيعة واتفرج على شيبلي شو. يلا بينا استنى الحلقة اللي جاية وهنكمل كلام عن الشمبانزي وكلام أكتر عن الحيوانات الغريبة وحاجات كتير في عالم الحيوان إحنا كبشر اتعلمناها من الحيوانات وبننسى الفضل ده. فاستنونا واكتبوا لنا في الكومنتات عايزين تسمعوا ايه، عايزين تشوفوا ايه، معلومة غريبة سمعتوها، اي معلومة عن الحيوانات عايزين تتأكدوا منها، اكتبوها لنا في الكومنتات وهنرد عليكم ونأكد لكم. مستنيكم في الحلقة اللي جاية من شيبلي شو. يلا.